السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن أخواتي؟ إن شاء الله الجميع بألف خير يا رب. فيديو اليوم رح نعمل فخاد الدجاج بس بطريقة شوي مختلفة، إن شاء الله تعجبكم. بتمنى منكم تتابعوا الفيديو للآخر. ومثل العادة قبل ما نبلش بالفيديو خلينا نصلي على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونسمي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم ونبلش. أول شي بدي أعمل العجينة. هلا هون بالزبدية أنا حطيت بيضة ورشة من الفانيليا ومعلقة صغيرة من الملح، وبدي أخفون كتير منيح مع بعضهم. بعد ما خفقتهم مع بعض رح أنزل عليهم كاسة من المي، وكمان أرجع أخفق كتير منيح لحتى يمتزجوا كلياتهم مع بعض. فيكن تستبدلوا كاسة المي بكاسة حليب. رح أضيف الطحين عليهم وأعجن. بدي أعجن مدة 10 دقايق لحتى تنعم معي العجينة وتعطيني هيك قوام، وبغطيها وبتركها على جنب لحتى ترتاح. ولتحضير الدجاج عندي كيلين من الفخاد غسلتن ونضفتن كتير منيح، وبعدها نقعتن بالمي والملح والخل مدة ربع ساعة، وبعدين صفيتن. وبطنجرة على الغاز رح أضيف معلقة كبيرة من الزبدة. فيكن تضيفوا سمنة، فيكن تضيفوا زيت اللي بتحبوه المتوفر عندكن. هلأ رح أنزل الدجاج، بدي أعملن تشويحة خفيفة. وبدي أنزل عليهم البهارات، معلقة ملح ومعلقة كركم كبيرة، ربع معلقة فلفل أسود أو أبيض، معلقة كبيرة من الأوريجانو، ومعلقة كبيرة من الفليفلة الحمراء. ورح أضيف كمان 4 حبات من القرنفل. هلا بالنسبة للبهارات فيكن تضيفوا البهارات اللي بتحبوها انتو، وبعملن تقليبة مشان تختلط البهارات كلياتها مع بعضها. وبعد ما أخدوا تشويحة خفيفة عندي بصلة قطعتها، رح أنزلها عليهم وأقلبهم مع بعض، وبنزل المي السخنة وبغطيهم وبدي أتركهم نص ساعة على نار وسط. وهلا رح أشتغل بالعجينة. العجينة عندي هون ارتاحت، رح أخد منها قسم وبلش أفردها بهذا الشكل. وبعد ما فردتها بهذا الشكل بدي أدهنها بالزبدة ولفها رول وقطعها بالحجم المناسب. وهلا بعد ما ارتاحت عندي قطع العجين بالبيركس بدهنه شوية زبدة، ورح أبلش فرد العجين بهذا الشكل. هلا رح أحط الفخدة بالعجين وسكر بهذه الطريقة.
وهيك الكمية كلها صارت جاهزة عندي صفار بيضة وشوي من الزبدة. رح أعمل لهم دهنة خفيفة مثل مو شايفين، ورشة من حبة البركة اللي هي الحبة السودا، وبدي دخلهم الفرن على درجة حرارة 180 من تحت ومن فوق. بياخدوا وقت تقريبا ربع ساعة بالفرن. وهيك طبقنا صار جاهز مع البطاطا والكاتشب، والنتيجة طلعت روعة والطعمة غير شكل. بتمنى منكم تجربوها وتعطوني رأيكم بالتعليقات، وإذا عجبتكم الفكرة كمان اعطوني رأيكم بالتعليقات. وشكرا كتير لإلكم ولمتابعتكم الحلوة وتعليقاتكم الأحلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.